راح زنى او راح سرق او عمل اي حاجه تدل على انه انسان فاقد عقله، او راح يعني عفوا معذره ربنا يعافيكم وراح قلع هدومه في الشارع، اكيد لا طبعا ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله. يظل عنده الوعي في عقله انه ما فقدهوش، وربنا سبحانه وتعالى كلامه حق واحق من اي حد بيقول، لان ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ فهديناه النجدين ونفس وما سواه فالهمها فجورها وتقواها. فتلاقيه عارف يميز العيب من اللي مش عيب، الادب من الاحترام والتقدير وعدم التقدير وعدم الاحترام وكل الكلام ده. وعلى الصعيد الاخر تلاقيه عارف ايه؟ عارف الحلال من الحرام وعارف كل الكلام ده، وتلاقيه بيتغنى بيه وبيطالب الناس ان هي تحترمه، وهو اصلا عمال يهزق في الناس كلها. فما نقولش بقى اصل هو مريض وعنده دور الضحيه وعايش مش عارف ايه وسايكوباتي ونرجسي وكل القصه دي كلها. لا لا لا، هذا ليس مبرر امام الله جل جلاله على اللي بيعمله كله، والا كل